السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ورمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. مش عايز أسمع الزملكاوية بيقولوا إحنا ملوك الصلاة. إحنا الفترة الأخيرة النادي الأهلي في جميع ألعاب الصلاة سواء رجال أو سيدات، الأهلي بيفوز بأكبر نسبة من المباريات وبنتيجة كبيرة وفرق كبير. ومش عايز اكلمكم بقى على الثلاثيات، يعني غير ان هو فريق الزمالك بيتغلب في الدوري مثلا او بيتغلب من الفرق ب3 اهداف، كمان عندك فوز رجال السله على الزمالك في ثنائي مواجهات الفريقين بنصف دور السوبر بنتيجه 79-48 بفارق 31 هدف. ورجال الاهلي لكرة اليد يتوج بدور المحترفين لكرة اليد بنتيجة 24-21. فوز غالي والف مبروك للاهلي وجماهيره. وعندنا اخبار كتيرة عن النادي الاهلي. عندنا الحكم امين عمر حكما لنهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز، واحمد الغندور حكما على الفار. وعندنا غياب متولي عن كاس مصر امام بيراميدز بسبب عودته من الاصابه وعدم جاهزيته الفنيه بشكل كامل. وبيراميدز يغيب عنه مصطفى فتحي في نهائي كاس مصر امام الاهلي بسبب ايقافه لمباراتين بعد طرده في لقاء البنك الاهلي. وعوده الشناوي وتاو وهاني الى التشكيل الاهلي امام بيراميدز. والنهارده النادي الاهلي طلع بيان للتوضيح فيه على المصلحه العليا للوطن وحرصا منه على العلاقات التاريخيه الوطنيه بين الشعبين المصري والسوداني لتناول وسائل الاعلام لمعلومات غير صحيحه عقب مباراه الاهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دوري المجموعات لبطوله افريقيا. طبعا هو الاهلي طلع البيان النهارده عشان البيان اللي طلعه الهلال الفتره اللي فاتت والاحداث اللي بيتناولوها في الاعلام السوداني عن معلومات خاطئه وان في هتافات عنصريه وان هم بيتهموا الاهلي باتهامات غير صحيحه. فالنادي الاهلي طلع بيان واسند للجهات العليا المعنيه في مصر كل المستندات والفيديوهات اللي تثبت ان الكلام اللي قاله الهلال كلام غير صحيح. وعايز اتكلم كمان على اللي بيحصل في على قناة نادي الزمالك من الاعلاميين اللي انا اتكلمت عليهم امبارح، وان هم يعني بدأوا يتكلموا تاني. يعني في الفترة اللي كان مرتضى منصور مش موجود في النادي الزمالك وكان محبوس بسبب الحكم القضائي، كانت الناس دي ما بتتكلمش عن النادي الاهلي او كلامها كان محدود او ما كانش ظاهر قوي. بس من ساعه ما طلع مرتضى منصور من السجن ورجع لنادي الزمالك تاني بدأوا يتكلموا ويغلطوا. وامبارح برضو طلع منتصر الرفاعي بيقول ان بطولات الاهلي حرام وكلام من هذا القبيل، وان هم وغير محمد رجب طبعا بيقول كلام على مرتضى منصور ان هو يعني بيطبلوا له يعني بمعنى اصح. ورجعت الريمه لعادتها القديمه زي ما بيقولوا. انا عايز بس اسال حاجه، يعني انا دلوقتي لو انا مقدم على وظيفه في احدى الشركات وطلبوا مني اوراق وطلبوا مني فيش تشبيه عشان موقفي من اذا كان عليا حاجه او اتحبست قبل كده او ليا اي جريمه سابقه يعني، وثبت في الفيش ان انا اتحبست قبل كده في جريمه سب وقذف، هل لما انا اقدم في الوظيفه ويطلع في الدوسيه بتاعي سابقه زي دي الناس دي هتعيني في الشركه؟ طبعا لا. انا مستغرب بصراحه من وضع المستشار مرتضى منصور
بعد خروجه من السجن. هل يعني هو من الصح ان هو بعد ما يطلع من السجن يرجع النادي عادي وكأن مفيش حاجه حصلت؟ هل السابقه دي ما بتاثرش على منصبه في كرئيس لنادي الزمالك؟ انا مش عارف مثلا يعني وزير الشباب والرياضه يعني اخر تصريح كان مطلعه قال لك احنا مش عايزين نبت في الموضوع ده الا لما ناخد حكم قضائي عشان ما حدش يتكلم او ما حدش يبقى ليه نقد او حاجه. بس الموضوع يعني كأن مفيش حاجه حصلت. الراجل طلع من السجن بيمارس نفس الممارسات اللي بيعملها، بيغلط برضه في الناس، والناس اللي معاه في القناه بيغلطوا برضه في الناس، ومفيش جديد. يعني كأن الراجل ده خد اجازه ورجع. فاحنا يعني لو في حاجه يعني من شباب وزير الشباب والرياضه في حاجه بخصوص الموضوع ده، ده غير ان كمان ان الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك قبل ما هو ما يتحبس كانت مطلعه بيان وبتطلب من وزير الشباب والرياضه بعزله من كتر الاخطاء اللي كان بيخطئها والتجاوزات اللي كان بيعملها. احنا عايزين نعرف بس ده هل وجوده في نادي الزمالك دلوقتي بعد خروجه من السجن ده امر طبيعي؟ ولحد امتى هنفضل على الموال ده؟ طبعا هو النهارده كان يوم سعيد للاهلاويه. طبعا ماتش كره اليد امبارح كسبناه، الاهلي كسب الزمالك في كره اليد، والاهلي كسب الزمالك في كره السله. وكمان النهارده اشبال شباب النادي الاهلي تحت سن 17 سنه كسبوا بطوله دوليه اللي هي زد اللي اول مره تقام، وكسبوا في النهائي 2-1. البطوله دي كان فيها فينرود الهولندي وفيتوريا البرتغالي، وكان في فرق من اليونان، وكانت بطوله يعني تعتبر فيها فرق قويه. والاهلي بصراحه قدم في البطوله دي مستويات كويسه وقدر يوصل للنهائي واخد البطوله. عايز اقول بس ان هو ده المعروف عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي لما بيخش بطوله بيركز انه ياخدها. لو خدنا مركز تاني كاننا بالظبط ما خسرنا كل حاجه. لازم النادي الاهلي دايما بيركز على البطوله وبيركز على انه رقم واحد، وده اللي ماشيين بيه في النادي الاهلي من اول مجلس الاداره والجماهير واللعيبه والجهاز الفني، حتى في جميع الالعاب مش كره القدم بس. والمرحله اللي فاتت كانوا مركزين، يعني مجلس الاداره كان مركز جدا على موضوع العاب الصالات، وكل ده ظهر في الفتره اللي فاتت من نتائج واحرزوا واخدوا بطولات بالنسبه لالعاب الصالات. وان شاء الله اللي جاي احسن، والنادي الاهلي ماشي في طريق ان هو في طريق ان هو مش هيسيب اي بطوله داخل فيها الا لما ربنا ان شاء الله يكرمنا فيها وناخدها. انا وصلت لنهايه الحلقه، وبتمنى من كل اللي يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد عن النادي الاهلي. انا بطلب طبعا دعم جماهير النادي الاهلي لقناه المارد الاحمر. القناه اتعملت عشان خاطر النادي الاهلي وجماهيره، فعشان كده انا بطلب دعم جماهير النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.